اول حاجه عشان ما يحصلش فيه قشره كمان ان انت تهتمي جدا بتنظيف فروه الراس عن طريق ان انت لما بتغسلي شعرك بالشامبو تغسلي شعرك كويس جدا وتتاكدي انك طلعتي كل كميه الشامبو اللي في شعرك، عشان تراكم الشامبو على الشعر او على فروه الراس بيسبب قشره، والقشره بتعمل تساقط للشعر. سيبكم من انها بتعمل حكه وهرش شديد جدا زي ما احنا عارفين، لكن كمان هي احد اسباب تساقط الشعر هي القشره. كمان ما تعمليش تراكم زيوت او تراكم كريمات على فروه الراس، يعني لما تيجي مثلا تحطي كريم او زيت ما تحطيش كميات كبيره. الزيت والكريم مش بكتره. وكمان لما تيجي تغسلي شعرك كويس تأكدي انك نضفتيه كويس من اي دهون زي مثلا زيت او كريم او اي حاجة اللي بتحطيها على شعرك. حاولي دايما تغسلي شعرك بمية دافية عشان تطلعي الدهون اللي موجودة في شعرك. وكمان في فروة راسك وما تعملش قشرة. الوصفه بتاعتنا النهارده بسيطه جدا. بعد ما تغسلي شعرك كويس جدا بالشامبو بتاعك وتتاكدي ان انت نضفتيه كويس، هتجيبي حوالي لتر ميه وتحطي عليه نص كوبايه من الخل الابيض، الخل بتاعنا بتاع الاكل او خل التفاح، اي خل ينفع بس انا بستخدم الخل الابيض. نص كوبايه او فنجان من بتاع الشاي كده تحطيه على اللتر من الميه وتشطفي شعرك كويس جدا جدا بالميه والخل، وبعد كده ما بتغسليش شعرك تاني. لكن لو شعرك لو الفروه عندك فيها تحسس او انت بتتحسسي من المواد دي زي الخل او خل التفاح او الكلام ده كله، بلاش تستخدمي الوصفه دي. لا لو ما فيش تحسس ولا في اي حاجه استخدمي الوصفه دي عادي جدا، ما فيش منها خوف ولا مشاكل خالص. انما هي بتتعب الناس اللي الجلد بتاعها حساس